غدوة النهاردة من الآخر، لو جربتيها مش هتعمليها غير بالطريقة دي. نقول بسم الله. أنا عندي نص كيلو من الطماطم و3 حبات من البصل، فلفل سبايسي وفلفل رومي و10 فصوص من الثوم، وهضربهم في الكبة. أنا مش عايزاها معصورة، أنا عايزاها مجروشة كده بالظبط. هو ده اللي أنا عايزاه. عندي بقى صينية على البوتاجاز تكون سخنة، وهنزل فيها بمعلقتين كبار من السمنة بقى البلدي، حاجة معتبرة. وعندي بقى هنا اسيبهم يسخنوا كويس. عندي بقى فراخ، هبتدي ان انا اديها لون، بس لازم تكون السمنه سخنه عشان تديها صدمه كده، ما تخليهاش تنزل ميتها. بس انزل بالفراخ بس كده اديها لون، وانا مش هفتكس فيها النهارده كتير، كلها مكونات بسيطه بس بجد هتبقى حكايه. اديها رشه ملح، واديها كمان رشه فلفل اسود. زي ما قلت لك مش هفتكس كتير، هو الملح والفلفل الاسود اللي هشتغل بيه، مش هدي اي بهارات تاني. رشه من فوق الوش، واستنى ما تاخد لون من ناحيه هقلبها، وعايزاها تاخد لون كمان من الناحيه التانية كده. سلكي بالراحه، بس كده خلاص. هي اخدت لون حلو كويس، بس ريحتها تحفه وهي بس بتتحمر كده. ولا التتبيله اللي انا اتعملت في الكبه خطيره يا بنات. بس هي كده اتحمرت من ناحيتين، هدي كمان رشه من الناحيه دي من الملح والفلفل الاسود، واسيبها لما تاخد لون من الاتجاه ده كمان. بس كده خلاص، هي خدت لون من ناحيتين معايا. هبتدي ان انا اشيلها. طبعا هي لسه ما استوتش، ونشوف هنعمل ايه تاني. هنزل بيها بالتتبيله اللي انا عملتها في قلب الكبه، وعندي كمان كيلو من البطاطس مقطعاه شرايح بس كده، وهحط برضو الملح والفلفل الاسود، وبس خلاص. هنزل بقى بالكبد والقوانص اللي كانت عندي بتاعه الفراخ، هنزل بيها هنا في الصينيه، وهبتدي ان انا ارص الفراخ بتاعتي من فوق الوش. انا الصينيه دي مش هعملها من الفرن، انا هعملها من فوق البوتاجاز من فوق. بس خلاص ارص بالفراخ بتاعتي من فوق الوش بقى عشان تستوي معاها. مش هزود ميه، مش هحط اي حاجه تانية عليها، هي بس كده. وحقيقي ريحتها وطعمها خطيره. ومش هحطها في الفرن كمان، انا هحطها على البوتاجاز من فوق. كل ده كده على نار عاليه، مهدتش النار، بس هتاخد غلوتين كده مع الفراخ، وابتدي ان انا هدي النار عليها واغطيها. اهي بدأت تغلي كويس. زي ما قلت لك ما زودتش ميه، هي الميه اللي فيها نزلت. هدي النار بقى واغطيها. عندي الناحيه التانية كمان معلقه زيت عليهم معلقتين سمنه كبار، وعندي هنا 4 كوبايات من الرز، هاخد منهم كوبايه في الاول، وهبتدي ان انا احمرها. ده زي الرز المفلفل اللي هو او واحده وواحده. انا هحمر الكوبايه دي كويس لغايه ما تاخد لون كده. عندي بقى كمان هنا معلقه فلفل اسود حلوه مليانه، واظبط الملح. الفلفل الاسود في الرز ده بيدي ريحه خطيره خطيره فعلا يعني. جربوه مع الرز يا جماعه، بيدي طعم حلو قوي. بس انا هطلع الريحه بتاعه الفلفل الاسود كده، وابتدي ان انا انزل بمرق الدجاج، وهنزل كمان ببقيه الرز اللي عندي 3 كوبايات. الرز دوت انا بغسله بس ما بنقعهوش. والرز ده جديد يا بنات، مش اللي هو الرز القديم، ده رز جديد. هبتدي ان انا احمر شويه في الرز لمده دقيقه بس كده، علشان دي من الاسباب اللي تخلي الرز معاكي يعجن لو ما حمرتيش. يعني حمريه شويه كده، خلي الماده الدهنيه توصل لكل حاجه فيها. وابتدي ان انا اظبط المرقه بتاعتي. المرقه هخليها بسوى الرز. هنا زي ما قلت لك الرز ده جديد، ما ينفعش تزودي له الميه بتاعته هتبقى بسوى الرز، ما تزوديش فوقيه عشان ما يطلعش معجن معاكي. والميه لازم تكون سخنه عشان برضو الرز بتاعك ما يعجنش ويطلع معاكي مفلفل وقمر. اول ما الميه دي تبتدي تغلي مع الرز، هبتدي ان انا هدي النار على الاخر واصغر عين واغطيه لغايه ما يستوي. ودي كانت وصفتي النهارده.
بجد قمر قمر. وريحة صينية البطاطس دي تحفة اهي، ريحتها حلوة جدا. يا رب اكون كنت خفيفة عليكم، ما تنسيش تدعيلي دعوة من قلبك. سلام.